صباح الفل والياسمين على احلى واغلى اخوات. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالحب والامل والبركه وراحه البال. ربنا يصلح حالي وحالكم اللهم امين. النهارده كده جايه لكم بروتين ان شاء الله يعجبكم، بس قبل اي حاجه نصلي على الحبيب كده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونبدا كلامنا ببركه بسم الله. ولو انت ما حطيتش لايك حط لايك للفيديو وفعل الجرس لو انت مش مفعله، ولو لسه اول مره تشوفيني متبخليش عليا بالاشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بامر الله. النهارده كده حبيت ابدا روتين كده من الساعه 8 الصبح كده. قلت ايه بدل ما اكمل نوم، بصحى طبعا بدري بودي ابن الحضانه وكده، فبرجع اكمل نوم لان اوريدي في العادي اصلا ببقى ايه، بيبقوا لسه اخواته لسه نايمين حوالي الساعه 4 حوالي الساعه 5 الفجر. وبعدين برجع اقوم الساعه 6 عشان امشي احمد للحضانه، فباخد ساعه ونص على ما يلبس ويفطر ويرجع. المهم يعني بياخد لنا حوالي ساعه الا ربع كده، ايه لبس وفطار والكلام ده كله لحد العربيه ما تيجي وبنزل اروح الحضانه بتاعته. فبرجع انا بقى اكمل نوم مثلا الساعه 11 ممكن 12 ممكن 10. بيكونوا حتى اخواته لسه نايمين، واحد بقى ايه بيريح ظهره. المهم الكهرباء بتقطع عندنا في العادي من الساعه 2 او من الساعه 3 للساعه 6 او الساعه 5. لو يعني لو بتوع الكهرباء ما نامش بتيجي 5، لو نام بقى وراحت عليه النوم بتيجي 6 7 براحته يعني. فالمهم في اليوم ده بقى ايه، قلت بقى ايه خلاص اصحي بدري يا بت وخلاص كل اللي وراكي، بما انك كده كده بتقوم متاخر ومبتلحقيش اي حاجه في يومك واليوم بيبقى ضيق قوي وقليل قوي. فقمت كده ايه قلت ايه اول حاجه اعملها هفطر. كنت جايبه لبن غليته وقلت هنفطر الاول نجهز فطار كده وافطر واعمل لي كوبايه شاي بلبن مع اي حاجه. عشان واحد كده ايه يهيئ نفسه كده للصحيان، ما ينفعش بقى نفطر ونرجع ننام تاني بقى. آه وبس كانت الدنيا ماشيه الحمد لله زي الفل، وواحد كان مخطط يعمل اكتر من حاجه، وكنت مخططه اعمل معاكم اكتر من فيديو واكتر من وصفه ونجهز حاجات كتير مع بعض ونبدا بقى دخلة الشتا اللي مش عايز يجي ده اصلا. فعملت كده سندوتش لانشون واحد جبنه قديمه ومع كوبايه الشاي بلبن وحطيت شويه مخلل وظبطت الدنيا. خلاص هنقعد بقى ايه هنقعد نفطر. كنت عامله اشرح لكم اهميه الفطار وانتوا لازم تفطروا وبتاع، بس ايه كده يعني لان الفطار وجبه اساسيه عامه في يومنا، فهي اللي بتسند الواحد طول اليوم عامه، وخصوصا الامهات اللي بترضع او اللي عندها روتين يومي بشكل مستمر. الحاجات دي كلها طبعا كلنا عارفينها مفيش غنى عنها، تمام. يعني لو قلت تشربي كل يوم كوبايه لبن وبيضه يبقى انت عملت الصح معاكي، جددت الكالسيوم بتاعك، زودت فيتاميناتك. غير كده ما تساليش بقى عن اي حاجه خالص. ده كان شكل الفطار بتاعي بقى. وقلت ايه كان في مسلسل ما لحقتوش امبارح من الولاد، قلت اتفرج عليه في القعده بتاعته بتاع الصبح كده الحقه بالمره، وكمان افتح ارد على شويه تعليقات من تعليقاتكم، لان بصراحه بفرح جدا لما بفتح كده وبلاقي كلام، بلاقي دعوه او كلمه حلوه او حد بيدعيلي، فحسيت ان هي ايه بجد بجد بتجبروا بخاطري. فشكرا من قلبي ليكم، شكرا لكل واحده ساهمت في جبر خاطري، شكرا لكل واحده دعت لي دعوه حلوه من قلبها، سواء تعرفني او ما تعرفنيش. بجد ربنا يجازيكم خير الجزاء عني يا رب. فهنا بقى ايه او حبيت اكمل يومه بقى ابداه كده بحاجه حلوه، يعني الواحد كده لك هتيجي مثلا شوكولاته عشان ايه اليوم يبقى حلو. لا انا بفتح بقى ارد عليكم بيوم بيبقى سعيد جدا، ببقى مبسوطه باخد بدعواتكم بكلامكم الحلو اللي بيحفزني ويشجعني ان اكمل دايما. فجيت كده على جزء من التعليقات طبعا على حسب ما بلاقي وقت يبقى فيه اوقات كتير جدا مش عارفه امسك التليفون اصلا او مش عارفه ارد او ببقى عايزه ارد ومفيش عندي وقت. فقلت ايه بما اني صاحيه كده والولاد نايمين والجو هادي بقى ايه افتح كده وارد على شويه منكم على تعليقات اخر فيديو. عايزه اعرف ان في تعليقات كتيره جدا ما عرفتش ارد عليها، بس ان شاء الله مع الوقت هرد عليها كلها. بس كده هرد انا بقى على معظم التعليقات معاكم والباقي هرد عليه مع نفسي. آه مفيش احسن من الناس اللي ربنا بيحطها في طريقنا عشان تكبر خاطرنا، الناس اللي بيبقوا مش عايزين منك مصلحة اصلا، الناس اللي بتمنلك الخير عن اللي منك. يعني في ناس في حياة البني ادم بيتمنوا له في الحياة بطريقة صعبة بجد، والله ربنا يكفينا ويكفيكوا شرهم يا رب اللهم امين. هنا بقى فطرت وخلصت وقلت بقى ما اطلع كده البلكونه، كنا حوالي الساعه 9 او اشوف الزرع بقى بتاعنا اسقيه اهتم بيه. طبعا كنت اهمله الفتره اللي فاتت كان بدأ يموت مني، فلما رجعت اهتم بيه كده بفرح جدا لو لقيت كل يوم ورقه خضرا جديده، فقلت كده اسقيه. واسقي برضو الشجره التانية ديت. والله انا ما عارفه ده اسمها ايه، بس ريحتها حلوه جدا، يعني مجرد ما الهوا كده يهزها او تمسكها بايدك بتديكي ريحه فظيعه ما شاء الله. هنا بقى سقيت الزرع، هنا كانت واخده اكتر من حقها بصراحه وكبته كله، يعني الزيد عنها نزل من بتاع من تحت غرق لي الدنيا، بس مش مشكله.
هنا بقى كنت داخله اصلا عشان عندي ازق الزرع واشوف عشان محوقه شويه، وكان حاجه تانية ان كان عندي غسيل عايزه انشره. لقيت بقى في البلكونه اكتر من نطاط. النطاط انت سالتوني عليه قبل كده، قلتولي يعني ايه نطاط، وفي حاجه اسمها صرصار نطاط. ده بقى عرفنا بطريقه ما اقولكوش. هو بدا يخف شويه عن الاول، لكن مش عارفه ماله كده، مش عايز يروح ليه. ده عامل زي الوباء، اقسم بالله ابتلاء. المهم انا ضربته كده، وكان في اكتر من واحد الصراحه، فقلت لا بقى ايه، اشيل السجاد كده ارفعه على السور. بس يا بابا ارفعه على السور كده، انفضه واكنس البلكونه، عشان لو حد من الوسخه وانا واقفه مثلا في البلكونه ودخل ورايا. انا عندي ابن الصغير بيزحف لسه، فممكن يحطه في بقه او يمسك اي حاجه، ما هو مش عارف دي ايه، انت فاهمين. فقلت لا اكنسها كده وبرجع افرش السجاد تاني. كان استوى فرش السجاد. اهم حاجه اتخلصت من القرف ده كله. هبدا بقى إيه هجيب الغسيل بتاعي. كان عندي طبق غسيل. طبعا انا عارفه ان بقالي كام فيديو ببدا معاكم من البلكونه، بس بصراحه الواحد ما عندوش اي طاقه انه يصور فيديوهات، وكمان ما عادش عندي طاقه اني اتكلم اكتر من 10 دقايق على الفيديو. يعني اخر لو سجلت دقيقتين قوي يبقى فل قوي، اكتر من كده ما عادش بيجيلي خلق خالص. مش عارفه ايه اللي حصل، فالله المستعان، الله المستعان بجد. فالحمد لله على كل حال. هنا بقى هبدا انشر الغسيل بتاعي. هنشر بقى الغسيل. اللي طبعا بعتذر عن اصوات عيالي، لان طبعا ده المره العشرين اللي اسجل فيها على الفيديو. حتى انا نزلته امبارح، بس كنت بتكلم عن حاجه معينه فما عجبتش اليوتيوب، كاتم بقيت الصوت كله. فالحمد لله يعني. فهنا سجلته من اول وجديد، وحاولت من ما اتكلمش وامسك نفسي بصراحه. فاكيد انتوا عارفين انا كنت بتكلم على ايه اصلا. فهنا بقى كان شكل الغسيل بعد ما نشرته. هنا كان حوالي الساعة 10. جرس الفسحة ضرب عند المدرسة جنبنا، وبدأوا العيال والأولاد بقى ينزلوا كده الحوش، وكانوا عاملين هيصة بقى. فكروني بنفس زمان لما كنا نستنى دوبك 10 دقايق بتوع الفسحة دول يجوا عشان ننزل نجري في الحوش بتاع المدرسة وكده، ونشوف اصحابنا اللي في الفصول التانية. فحبيت اخد منهم لقطة كده معاكم. وبعد كده بقى هطلع الفرشة. طبعا انا كنت مخططة حاجات كتير جدا، لكن للأسف اليوم ده الساعة 10:10 بالظبط الكهرباء فصلت. من الساعة 10:10 جيت الساعة 5، قعدت نص ساعة وبعدين قطعت، وجت التاني الساعة 7:30. فعايزه اقول لكم اليوم باظ. ما عملتش اكتر، ما عملت يعني نضفت وخلصت الحاجات اللي هي العاديه بقى من غير كاميرا. ما اعرفش اصور، الدنيا ضلمه كحل، وتليفوني فصل شحن، وقعدنا في مده طويله فين من 10 بعد العشاء من غير نور. طبخت، وكنت عامله في اليوم ده كمان محشي، حشيت وطبخت واتغدينا والنور قاطع. فبجد الله المستعان. هنا كنت طلعت الفرشه بقى، قلت تغير جو كده، هيبقى لا هي ولا اصحاب البيت بيشموا هوا، فتطلع هي كمان بقى تشملها شويه هوا كده وتغير جو. طلعت البطاطين الخفيفه واللحاف بتاع السرير الكبير كده ومخدتين، وقلت بقى ايه يشموا هوا كده وادخلهم كده قرب العصر وانا بلم الغسيل. وطبعا سويت بقى الدنيا جوه، ظبطت الدنيا جوه عادي. هنا بقى كنت عملت محشي. دي كانت الحبه اللي النور جه فيهم، يعني انا عايزه فقدت الامل النور يجي. قمت بقى حشيت وخلصت. بس يا بابا عملت محشي كوسه وفلفل. حطيت في الارضيه حشو الكوسه نفسه اللي كان طالع منها، وحطيت طماطم وليمون وفلفل وعيدان الشبت، وقمت رص عليها كده المحشي. وهزوده ميه كده لحد ربع الكوسه من تحت، لان الكوسه طبعا من الخضار اللي بينزل ميه كتير. وحطيت كده على الوش شرايح ليمون، فرقت مع طعمه جدا. ولعت عليه غلا. بس كده. اول ما هيستوي هغطيه طبعا لحد ما يتم سواه على الاخر. وبعد ما بيستوي معايا خالص بقوم مدخلاه الفرن تحت الشوايه، بيدينا لون قمر جدا وبقى طعمه حلو جدا. وده كان فيديو النهارده، وده كان روتين النهارده. اتمنى يكون عجبكم رغم ان انا حاسه اصلا ان مفيش فيه اي استفاده، بس صعب عليا التصوير. يعني كنت قايمه متحمسه هيبقى لا فيديو ولا تصوير ولا حتى ينزل. فقلت لا بقى ننزله كده واعرف بقى ايه اخبار الكهرباء عندكم، عامله ايه زينا كده ولا ايه الدنيا. فبجد يعني في اليوم ده الواحد كان قايم متحمس بقى. زي ما ندموني، اقسم بالله ندموني ان انا صحيت بدري وقلت اشوف يومي من بدري والدنيا عامله ازاي. لا قالوا لا انت ازاي يعني، ما ينفعش نكسر روتينك اليوم. وعلى كده نمت، والله ما نمت. فالحمد لله على كل حال. ربنا يعيننا ويقوينا ويعدي الايام الصعبه اللي احنا فيها دي على خير. بتبسط جدا بتعليقاتكم، بتبسط جدا بدعواتكم. خليكم دايما كده في ظهري، شجعوني وحفزوني وبس. ربنا يكبر خاطركم يا رب، اللهم امين. نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، روتين جديد، وصفه جديده. واللي عندها اي حاجه متبخلش عليا في السؤال تسال، وانا تحت امرها، مش هبخل عليكي باي معلومه ان شاء الله.
استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ومع السلامه.